صباح الفل يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل لكم شويه جولات يعني جامدين جدا. احنا نازلين في البدري، وهمشي بقى طريق صلاح سالم والمنطقه بتاعت السيده عيشه بقى والطرق الجديده بقى اللي افتتحوها هناك، والشغل الايه اللي قالب الدنيا على النت ده. هنعمل لكم شغل عادي. انا لسه خارج دلوقتي من منطقه الزيتون، رايح على طريق او شارع جسر السويس. نكمل كده مع بعض بقى، نعمل لكم كذا جوله كده ايه واحنا ماشيين. طبعا انا نازل في البدر كده علشان الشمس ما تزعلناش، وهنظبط الكلام مع بعض. احنا كده طلعنا من شارع العزيز بالله، منطقه الزيتون، وطالعين بقى على جسر السويس. هنطلع الكوبري اللي في وشنا ده على طول، تقاطع بروكسي من جسر السويس. نعمل لكم بقى كذا جوله كده، يعني احنا مثلا ايه نعمل جوله دلوقتي لحد صلاح سالم مثلا، ومن صلاح سالم بقى هنعمل كذا جوله، لان صلاح سالم ده طريق طويل. يعني احنا بعدين هناخدها من اوله لحد بقى، يعني مش من اوله قوي، يعني من عند كوبري الفنجري مثلا لحد ايه لحد الدائري. يعني هنعمل جولات كتير قوي النهارده. فصلوا على النبي كده وتعالوا نعمل شويه جولات كده ايه صباحيه في قلب شوارع القاهره، وكمان هنخش على الجيزه. النهارده في شغل عالي، النهارده في شغل عالي. يلا بينا، عايزين نشوف الدنيا مقلوبه هناك. كل شويه انا اشوف وانا بقلب كده في اليوتيوب افتتاح طريق او محور صلاح سالم الجديد، افتتاح محور صلاح سالم الجديد. مش عارف كوبري السيده عيشه هيشيلوه يقفلوه هيعملوه. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل هناك. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل هناك. وهنعدي برضو من عند متحف الحضاره، وبعد كده ممكن نخش بقى على الطريق الدائري من عند مصر. يعني احنا هنشوف ايه اللي هيحصل هناك، وهنعرف نروح فين ونيجي منين، وهنشوف الدنيا. تعالوا نشوف الدنيا ماشيه ازاي هناك. احنا ممكن نبتدي الجوله مثلا من هناك، من عند ايه، يعني لما ننهي الجوله دي مثلا في صلاح سالم نبتديها تاني علشان تبقى جوله حلوه. يعني نبتديها من عند حديقه الازهر كده مثلا، او من عند نفق الازهر كده، ونمشي بقى عند القلعه وحديقه الازهر ونخش بقى على السيده عائشه، نشوف ايه اللي حصل هناك، ونشوف هنمشي ازاي هناك بقى، لان انا مش عارف بصراحه. يعني الناس جننونا، في ناس قالوا ده فتحوا المحور الجديد، وناس تقول لا ده افتتاح تجريبي. هنشوف يعني محور صلاح سالم الجديد ان شاء الله. احنا دلوقتي لسه في جسر السويس، داخلين على كوبري القبه. لحد دلوقتي الشمس بالنسبه لنا يعني على شمالنا، فانا مش متخيل بقى هناك لما نوصل هناك هتبقى الشمس في وشنا ولا ايه. ربنا يسهل بقى ايه والدنيا تظبط معانا، علشان خاطر الجولات دي ما تبص. ده انا نازل والله، يعني حاولت انزل بدري على قد ما قدرت علشان الجوده بتاعه الفيديو تبقى كويسه. بتاع الفيديو، الجوده بتاع الفيديو. جودة الفيديو ماشي. كده
كده احنا عدينا كوبري القبة، نلف ونرجع نخش من تحت كوبري القبة يمين على طريق صلاح سالم عند الفنجري. لما اخش يمين بقى هتشوفوا الشمس. تخيلوا بقى الشمس تبقى كده هناك، مش هيبقى فيه جودة اصلا. طبعا كده مفيش شمس. لما اخش يمين بقى، لما اخش يمين، لان انا جاي الشمس كانت ضاربة في خد الشمال. لما اخش يمين بقى هتبقى ايه؟ هتبقى في وشي. بس لما نخش صلاح سالم يمين هتبقى برضه في شمال. بس المشكلة ان صلاح سالم بيلف شمال. يعني لما نروح عند المنطقة اللي انا بقول عليها، بصوا بقى، تخيلوا التصوير يبقى كده. ان شاء الله خير خير خير. انا هصور بصوا، لو الشمس دخلت قعدت معايا هنا على التابلو بتاع العربية عادي، مش فاتح. كده كده نازل اصور. انا نازل اصور النهارده بس. انا عندي شغل برضه يعني، بس انا ايه، قررت ان انا امشي من هنا علشان اصور المحور ده اللي قلب الدنيا. فاكرين انا صورت لكم قبل كده وهم بيشيلوا المدافن اللي هناك دي؟ فالدنيا هناك بقى بقت شكلها حلو قوي. وانت هيبقى اخرنا عند السيدة عائشة، وبعد كده اجباري نخش شمال بقى علشان نروح على الدائري. ده كوبري الفنجري. احنا هنخش يمين بقى هنا من ايه؟ من عند كوبري الفنجري علشان نطلع على طريق صلاح سالم. اصور لكم شويه برضو في صلاح سالم. احنا الجوله ما خدتش وقت خالص يعني. هو الوقت ده بتاع الساعه 10 ده، و10 ونص وكده، و11 تبقى الدنيا خلاص بقى، اللي راح شغله اللي راح مدرسته خلاص الدنيا فضيت برضه. بدري عن كده بتبقى الدنيا زحمه. كده احنا في صلاح سالم. صلاح سالم من عند كوبري الفنجري. دي اول جوله عملناها في الطريق ده. هنعمل بقى الجوله اللي نفضل ماشيين كده، ممكن نعمل جولتين ثلاثه لحد ما نوصل للدائري، او لجولتين بس. هي الجوله دي ممكن نعمل جوله تاني لحد ما نوصل للدائري لو الطريق ما وقفش يعني وما حصلش حاجه. خلينا بقى في اليسار خالص علشان نخش صلاح سالم السريع. طبعا الكوبري ده بطلع كوبري اكتوبر اللي في وشنا ده اللي على اليمين، مطلع كوبري اكتوبر. برضه لو خلينا في الشمال خالص في النص هنروح العباسية. لو دخلنا في النص ودخلنا يمين هنروح العباسية. لو خلينا في الشمال خالص كده طريق صلاح سالم. بصوا بقى علشان ايه يعني ما نطولش عليكم، احنا ده طريق صلاح سالم انتوا عارفين. انا هقفل وهعمل لكم بقى جوله جديده من عند زي ما قلت لكم كده، من عند نفق الازهر لحد بقى ما نخش محور صلاح سالم الجديد اللي هم ايه الدنيا مقلوبه عليه. يلا سلام وبس. سلام.